الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. مرحبا حبيباتي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بألف خير بأي وقت بتشوف فيه الفلوج. رجعت لكم بفلوج جديد إن شاء الله إنه بيعجبكم. هذا الفلوج يا بنات كتير حلو، صورت لكم مثلا على مدار أسبوع كل يوم شو يصير معي، تمام؟ وكمان هذا الفلوج عملت فيه أول مرة تنظيفات هالقد عميقة للمطبخ، عشان هيك نستقبل رمضان بنظافة وإيش نفسية مرتاحة. وكمان بلشت أعمل معكم جولة لمشتريات زينة رمضان، وإن شاء الله بكمل معكم الفلوج الجاي المشتريات الزينة بإذن الله تعالى. فهلأ المو عامل قهوتها تقوم تعملها مشان نبلش الفلوج. وكمان حبيباتي في بنات بيحكوا لي ذاكرينا باللايك، فلا تنسوني لايك وتعليق حلو مثلكم. هون حبيباتي بالليل كان جاي على بالي اشي حلو، تمام؟ وبدي هيك اعمل اشي بسيط. عملت هاي الكيكة نص المقدار، تمام؟ راح احط لكم انا بصندوق الوصف المقدار كامل، يعني هاي اول مرة اعملها. اللي هي الكيكة سادة، حطيت معها كسرت معها شوكولاتة دارك. والله يا بنات طلعت بتشهي بتشهي بتشهي. وهيك اضافة بسيطة من عندي، رشيت على الوجه فستق حلبي، عطت نكهة زاكية بس انه ملهاش داعي. هي انا بس كان المغزى منها انه بدي احط معها شوكولاتة دارك. هي عبارة بنات عن 4 حبات بيض بحرارة الغرفة، بحط عليهم كاسة سكر ومعلقة فانيلا. هلا إذا عندكم خفاء كهربائي بيكون أفضل، بس أنا لأني كنت مستعجلة فعملتها عقيدة، تمام؟ خلاص كنت بدي هيك إشي سهل وسريع. بعدين لما ينفخ هيك الخليط بصير عندي نافش شوي، بحط كاس إلا ربع زيت وبخفق، بعدين كاس إلا ربع حليب وبخفق، تمام؟ بعدين بحط كاستين طحين منخولين، واللهم صل على سيدنا محمد، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ربع مش ربع أقل يعني من ربع معلقة صغيرة بيكنج صودا، هي اختياري بس بتعطي النفشة إنه زاكية، ورشة ملح. هي رشة الملح خاصة بكل الحلويات مشان توازن النكهات، تمام؟ بكون محضرة القالب ومشغل الفرن على درجة حرارة 180 الرف الوسط. طبعا الكيكة قبل النص ساعة ما بنفتح عليها أبدا، بعد نص ساعة بصير تتفقدي. هون أنا كان عندي شوكولاتة دارك قطعتها وخلطتها معها، وعن جد يا بنات والله بتشهي بتشهي بتشهي، جربوها، أنا متأكدة رح تعجبكم إن شاء الله. بأنه مقداري صغير حبيباتي حبيت أحطها بهذا القالب، يعني طلع المقدار مع هذا القالب الحجم إنه ممتاز. وهيك بس جهزت، شوفوا لي هاللون، والله لو تشموا الريحة وتذوقوا الطعم. عن جد عن جد انتوا بتعرفوني كالعادة برجع بعيد نفس الجملة، ما بمدح اشي عن جد غير انه يكون بيرفكت. والله بنات رهيبة رهيبة. ما قدرت استنى لتبرد، يعني اكلتها هي سخنة، بس لما بردت اذكى بكتير لسه. جربوها حباتي، وصحة وعافية على قلوبنا وقلوبكم يا رب. كمان عملت كستنة، نقعتها نص ساعة بمي سخنة بعد ما هيك شرحتها، وحطيتها والله بالقلاية الهوائية على درجة حرارة 200، 20 دقيقة يعني تلت ساعة، وجهزت عندي. هاي الطريقة أول مرة بعملها وصراحة بتجنن عن جد، يعني نجحت معي. هون حباتي فرجيكم قد ايه طلعت طرية وزاكية. ووقتها بالليل وصل منخفض، ما شاء الله ما شاء الله مش طبيعي كان، وما شاء الله وصل لتاني يوم الصبح، يعني متى صحيت والمنخفض ما شاء الله ما شاء الله، الله يبعث الخير يا رب. هون المساء رحت عند خالتي شربنا قهوة وغيرنا جو. وهون يا بنات تاني يوم المغرب هيك يعني الساعة 7 دخلت على المطبخ، بطلع بحكي شو بدي أنظف المطبخ قبل رمضان. الجلاية والفرن والميكرويف والشفاط، تمام؟ هيك صابني إحباط إنه أنا بدي كل يوم أسوي شغلة وأنا بدي أخلصهم بسرعة، وأنا بطبيعتي إنسانة عجولة جدا، يعني جديد صرت هيك أتأنى شوي، تمام؟ والله خلص مخي ضرب، حكيت ولا يمكن ما بنام
الا ان شاء الله اكون مخلصه كل شيء، مع انه تعب علي وانا ضد هيك هذا الاشي. ودائما بحكي انه كل مره اسوي شغله انه احسن لكم اريح لكم. بس لا، دينا ما بتسكت لما بدها تحط اشي براسها، مع اني كنت والله لسه تعبانه يا بنات. دخلت على المطبخ، بلشت بالجلايه، خلصتها. بعدين شو بعدين كأنه الفرن، الشفاط، الميكروويف. والله وما شاء الله الحمد لله طلعوا بيلمعوا لمع، يعني شو نفسيتي ارتاحت، مع انه والله عمت عوم يومها بالمي والدنيا برد وانا مريضة. بس خلص هيك مخي مرات بعند، خلص بضرب بلوك، ما بعرف، خلص بدي اخلص يعني بدي اخلص. وهون خلص لما خلصت الجلاي من جوا، ليفتها من برا ومسحتها وامورها تمام التمام. يا بنات هاي الجلاي ما شاء الله تبارك الله إلها عندي تقريبا تقريبا بصلها 6 سنين. نوعها ثومسون. في بنات سألوا شو جلايتك، اسمها ثومسون. هي إيطالي ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك، بتجنن يعني يا بنات. أنا شايفة كتير منتشر هاي الفترة جلاية أريستون، بيحكوا ممتاز، بس والله جلايتي اللهم بارك يعني إلها 6 سنين والحمد لله الحمد لله، يعني ممتازة. يعني ما بقدر بدونها، ما بقدر بالمرة. شوفوا لي النظافة يا بنات واللمعة، الحمد لله يا رب لك الحمد. هيك أنجزت عندي إيش أول مهمة. أنا دائما بنات عندي دفتر، حتى لما بدي أجي أصور فلوج بحكي بهذا الفلوج، بكتب التاريخ واليوم وشو بدي أعمل. مثلا كنت أنا كاتبة عندي برضه تنظيف الجلاية، لما حطيت جنبه إنه خلص يعني هيك تشيك إنه خلصتها، برتاح. اللي بعده اللي بعده اللي بعده هيك بضل. هلا بلشت بالشفاط. الشفاط عندي موديله متعب بالتنظيف، يعني مش هيك مستقيم بنزل لتحت وبيطلع لفوق ما بعرف شو، غلبني يعني. بس انه ايش الحمد لله اني خلصته. هلا بشو نظفت انا بالعاده انه سيترس اللي احنا متعارف عليه يعني بنظف فيه. بس هون استخدمت اول مره استخدم منتج لويال اللي هو مثل السيترس بس لويال. صورت لكم اياه، لما اخلص تنظيف بتشوفوه تمام. يا بنات ما شاء الله تبارك الله مش طبيعي، شو انه سفاح سفاح، رهيب رهيب. وما له الريحة المزعجة تبعت السيترس يعني تمام. هون مش عارفة يا بنات شو كنت عاملة بالفرن، ومكبوب زيت ومحروق تمام، وما قدرت اني اسوي صراحة. فهون كنت ايش خلص هيك خايفة انه ما يروح. والله رشيت وخليته هيك على جنب. لما جيت اليفه طبعا بالسلكة انا بحكي عن مش الفرن من جوا، من هو اللي هو الشبك بنات. والله ما شاء الله يعني راح صار رجع يلمع لمع كأنه جديد. بصراحة هذا المنتج يعني اللي ما بعرفه انه جيبوه، يعني هو رخيص يعني سعره دينار اتوقع. بس عن جد عن جد رهيب يا بنات. وبس هون كان في حرق بالفرن ما رضي يروح للأسف. يعني تعلمت انه عن جد انه لما بنفس الوقت بنزل اشي اني على طول اني اشيل، مع انه هيك انا بعمل، بس خلص مرات ما بعرف شو بصير فيا، خلص بأجل. بس الحمد لله اني سويته والحمد لله رب العالمين خلص. مثل ما حكيت لكم حبيباتي اول مره بصور هيك تنظيف عميق عميق تمام. هو والله متعب، مش مثل تصوير الوصفات او ديكورات او اشي مثل هيك. فاذا حبيتوا هذا النوع من الفلوجات برضو اني ادخله على الفلوج تبعي، يعني انا بدخل تنظيفات بس مو هالقد عميقه. المهم اذا حابين هذا الاشي احكوا لي بالتعليقات، وان شاء الله اني ايش استمر على هذا الاشي. وبرضه حبيباتي صورت لكم هذا ملمع الزجاج، برضه كتير كتير بجنن. انا يعني بمسح فاي المطبخ شو برجع بالمعلمة. فشوفوا لي بنات النظافة واللمعان، احكوا لي ايش رأيكم، يعطيني العافية صح والله. لكت يومها. الحمد لله يا رب، الله يديم علينا النعم والصحة يا رب يا رب، لك الحمد على كل اشي كل اشي بحياتنا، يا رب لك الحمد. هون حبيباتي عندي بالميكروويف انا في ستاند حديد، فمش عارفة مرة كان شغال هيك اللي من تحت يعني ما بعرف هيك علم زي حرق وما رضي يروح. فعشان اذا حدا سألني انه شو هذا اللي على جناب الميكروويف. وهلا هيك بعد ما خلصت كل شيء زحت الجلاي مشان اشطف وراها واشطف المطبخ كله. شطفته بمعقم لويا الاحمر، وهذا المعطر الاورنج. ما شاء الله برغي يا بنات، هم مبين معكم انه مش كتير راغي هذا المعقم الاحمر، بس لا برغي يعني وبجنن بجنن يعني بالمعلمة، وريحته شو احكي لكم بتجنن.
شوفوا لي اللمعان، شوفوا لي يا بنات. بتعرف اي ساعة طلعت من المطبخ؟ مش بلشت على 7، على 2 بالليل. هون كان عندي خزانة فيها زيت وهاي الأمور بدها تنظيف، برضو نظفتها بس ما صورتها معكم لأني خلص عن جد فرطت آخر إشي، والله ورجعت كل شيء مكانه. وشو النفسية؟ مش مهم تعب الجسد، مهم النفسية مرتاحة. هدول البنات على المجلة كله برضو من تحت ليفته وهيك نشفت، غسلته ونشفته سوري. و يعني بس ما بقرب فوق عشان ما يدخل مي جوا الأشياء. بنات بتعرفوا انتوا كراسي المطبخ شو لونهم ازرق تمام، فمرات بنرفزوني، فانا والله مش عارفه جاي على بالي اجيب كفرات لون بيج اني اغطيهم. انتوا احكوا لي ايش رايكم. رح تحكوا لي ليش رجعت الكولر؟ لانه زوجي وابني جنوا يعني لا رجعيهم هيك اسهل لنا هون. والله ورجعته وخلص، يعني بصراحه هو يعني اريح، بس هو المنظر نشاز. وهاي حبيباتي اعملوا سكرين شوت وجيبوهم، والله لا ايش تنبسطوا عليهم عن جد يعني. شو احكي لكم، استخدامهم رهيب. وهون صباح الخير من يوم جديد. بلشت معكم ايش بنسكافيه. هذا نسكافيه العميد بنات كتير زاكي صراحة، يعني هو الوحيد اللي انا هيك بستصيغه شوي. بنات هون التصوير مو واضح لانه كنت حاطة كفر العدسة عليها هيك، يعني زي العدسة كنت احكي لكم عليها زي اشي هيك بلاستيك، فمشان هيك مش واضح. يا بنات عملت من وراكم وصفة محشي يلنجي، مش ورق عنب، محشي رهيبة رهيبة رهيبة. هي تاني مرة أعملها، إن شاء الله بدي أعملها وأشارككم الوصفة، رح تدعولي عليها عن جد طلع الطعم شو أحكي لكم رهيب. هون يا بنات بدي أعبي تاون الزيت. ما بعرف أنا يعني هذا الإشي قد إيه سهل، بس قد إيه أنا بستصعب إني أعبي الزيت، أعبي المرتبنات، ما بعرف هيك ما بحب. هون كنت جليتهم نطفيت امورهم تمام، والله عبيتهم مشان هيك يعني اسهل لي، مع اني انا كنت ناوي انه خلص ما احط هيك على الرخام زيت، لانه مرات والله بعد فتره بتحسي برضو انه الا ما يوسخ او اشي او يطبع. بس والله لا غنى لا غنى، لانه دائما ايدينا ايش بالمطبخ. هون حبيباتي كان عندي حشوة سبانخ بالفريزر تاعت المعجنات، وعملت عجينة واجت عندي صاحبتي والله وعملنا وشو طلعوا بشهوا يعني، حتى زاد عندي هاي العجينة عملتها زعتر. فأنا يا بنات اللي حابة تعملها وتجربها ترجع كم فلوق لورا، أنا عاملة الوصفة كاملة، فتعملها على طريقتي وإن شاء الله رح تدعي لي قد إيه طلعت بتشهي رهيبة رهيبة رهيبة. احكوا لي ايش رأيكم حبيباتي بالشكل، بس لو تشوفوا الطعم والريحة قد إيه بتشهي. هون بعد ما خلصنا شربنا قهوة وشربنا نسكافيه وقعدنا وروقنا وغيرنا جو، يا ربي لك الحمد. وتاني يوم عندها برضه، هذا من بيتها تمام، شربنا نسكافيه وبعدين لأنه كنا بدنا نروح على السوق نعمل لفة نشوف شو منزلين زينة شو منزلين أشياء، وكان حتى ضراغمي عامل خصم، فنروح نشوف شو ايش منزلين هيك بضاعة حلوة مشان نجيب للأولاد. هون بنات أول إشي بعبدين، بصراحة ما عرفت أشتري، ما بعرف هيك يعني، حسيت مش عارفة شو بدي أو كذا، فجبت والله أنا رايحة عشان شغلة واحدة رح تشوفوها معي كمان شوي. فبرضه رح أرجع إن شاء الله بدي أجيب شغلتين من عنده، اللي هو هذا المأذنة كتير حبيتها، وجبت تمرية ما صورتها معكم بس رح أبدلها لإني يا بنات تمام، يعني بصراحة متونونة فيها. وكانوا منزلين طقوم الصحون بجننوا، بس صراحة يعني أسعارهم كتير مبالغ فيها كتير، يعني مستحيل أدفع 30 دينار على طقم الصحون، بحس إنه أوفر ما بعرف. هون اللهم صل على سيدنا محمد، بالجيل الحديث هذا تمام بنات. فبرضه يعني تقريبا إنه تشكيلة المحلات يعني كلها بتشبه بعض. فبرضه هون منزلين كوليكشن جلد، هو حلو بس صراحة يعني مع الاستخدام بحسه إنه هيك بتمزع أو بكحت أو كذا، تحسه إنه حرام يعني. وهذا محلي المفضل بس كان لسه مش مكمل الكوليكشن، إن شاء الله بداية الأسبوع بدي أروح عليه بكون مكمل وبجيب إن شاء الله وبصور معه.
بإذن الله حبيباتي. وهون يا بنات رحت على دراغمة برضو جبت كم شغل لابني، هلا بفرجيكم إياهم. رح أبلش معكم أول إشي بهاي التعليقة. هاي وصلت عليها صاحبتي من بيت بيوت، كانت رايحة على محل بيت بيوت فشفتها ووصلتها عليها. كتير حلوة هي، بتضوي بنات، بس أنا هون ما فيها بطارية فما رح تبين معكم. إن شاء الله بفلوق زينة رمضان رح تشوفوا بإذن الله إذا ربنا راد. وهون يا بنات بفرجيكم شو جبت من عابدين. أول إشي جبت فوط للمطبخ من ماركة جوليا، من عندهم صراحة بجننوا، كتير حلوين وألوانهم كتير حلوين ورقيين، كتير حبيت. وأنا رايحة أصلا عشان هاي الشغلة اللي هي طنجرة القلي. تمام. يعني أنا بنات بحاجة هذا الإشي، يعني دائما أنا بستخدم من طقم الطناجر اللي عندي أو قلايات أو كذا، بس بدي إشي مخصص. فهمتوا كيف؟ كانت هاي 15 دينار، عامل عليها خصم كأنه صفت 7 أو 6 ونص. صاحبتي جايبة منها وبتجنن يعني، ومعها شبك مثل ما انتم شايفين. فإذا حابين تجيبوا مثل هيك والله ما رح تندموا، عن جد كتير حلوة. وهون يا بنات لما رحت على الجيل جبت هدول صحون القصدير، كتير حبيتهم لفكرة التفريز. تمام، لأني بدي أعمل إن شاء الله معكم أفرز كب وسمبوسك، فهيك حسيت والله كتير مريحين صراحة. فكتير في أشكال وكتير في أحجام، أنا جبت هدول. يعني كل ست بيكون في 4 أو 3 مثل هيك. وجبت هاي برضو للسلطة أو لشربة الخضار إذا بدي أفرم خضار، كتير سهلة. يعني هاي ماركة الأصيل صراحة كتير منيحة وكتير مدحولي فيها. في كان حجمين، اللي جبته أنا ب8 ونص والأكبر شوي ب10، بس حسيت إنه تقريبا يعني ما بفرق كتير الحجم. وبرضو هاي للطحين، وبرضو شوك ومعالق. هلا خلينا نبلش. جبت من دراغمة، جبت هذا البوت لابني او السيفتي او ما بعرف يعني شو بيحكوا له بالضبط. المهم لونه كتير عجبني، هو اكبر بسايز، ما في على رجل ابني على سايز رجله، بس صراحة ما حبيت افرط فيه، كتير حبيته. وجبت هذا البنطلون، يعني قصته يا بنات عن جد عن جد جينزات الاولاد عند دراغمة بأبدعوا عن جد بالتفصيل، صايرين يعني عن جد عن جد كتير حلوين. وجبت له هاي الهودي هيك لونها ايفوري مو ابيض. برضو كتير حلوة، كتير كتير حلوة يا بنات، بتجنن ودافية من جوا. وبرضو عجبني هذا الفيست، كان في منه أسود وسكني وهيك زيتي عبيج، بس أنا حبيت هذا لون آيفوري، يعني على الواقع بجنن. هو كردراي يا بنات، فعن جد عن جد بجنن. وبرضو جبت هذا البنطلون يعني هو بيجي تريننج وطلعة، بيجي لكل شي صراحة، ومن جوا مبطن كتير حلو برضو. وبرضه جبت لي 2 هاينك أبيض برضه كتير مناح، يعني هي مو دافية كتير بس إنه إيش بتوفي بالغرض. وجبت له برضه جرابات، واختار إنه سنك، مع إني أنا بحب السادة وبس. والله الحمد لله هدول اللي جبتهم. احكوا لي إيش رأيكم حبيباتي. وهون حبيباتي كنا معزومين عند خطيبة ابن خالتي، يعني خطيبة سلفي يعني سلفتي، فانبسطنا كتير الحمد لله والله، وكانت عزومة كتير بتجنن والله، ما قصروا عن جد عن جد كتير انبسطنا. وهيك حباتي بكون وصلت معكم نهاية الفلوج، يا رب يكون عجبكم وانبسطتوا معي. برجع لكم إن شاء الله بفلوج جديد مليان أشياء حلوة. في أمان الله حباتي، سلام.